اعطيني يا ايمن. يا صباح الخير، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله منيح ما شاء الله. شو رايكم بهدول السمكات؟ اذا الله راد اليوم غدانا سمك مشوي. ما بعرف شو اسمه هيدا السمك بس هو بحري، وعلى فكره هسه في حبتين تحت هسه اكبر من هدول اللي موجودين قدامكم، بس انا مش رح لقهم مشان ما تتلوث ايدي. هلا نحن طلبناهم على الاساس للقلي لان فتره قصيره عملنا سمك مشوي، بس ما شاء الله ما توقعنا انه هالقد رح يكون حجمهم، فاكيد رح نعملهم كمان شوي. قبل ما نبلش بتحضير الغداء قلت بدي شارككم شوي من روتين نهار الجمعة. هلأ هون كنت أنا الصبح حبيت أعمل نسكافيه. إلي زمان كتير ما شربت نسكافيه، بالعادة كنت أوعى يعني مباشرة على شغل البيت وبدي أعمل ترويقة للولد، فاليوم حبيت هيك أشرب نسكافيه. عملت هيدا الفنجان التاني لابني على أساس يوعى، بس لا ما وعي. يعني بتعرفوا الولاد بنهار العطلة بيحبوا يناموا لوقت متأخر، وحبيت أقعد هون بما انه قاعدة لوحدي يعني قلت بتسلى على التليفون. رح فرجيكم المنظر من هيدي البرندة كيف. هيدي ضيعتنا. هدول الوردات على فكرة كانوا تقريبا 15 لون، كنت جمعهم يعني كل ما اشوف لون مختلف عن الالوان اللي عندي ازرع وحدة، بس للأسف هيدي الصيفية ما بعرف شو السبب بس تقريبا مات نصهم. لا وعلى قد حظي ما حلو، ماتت احلى الوان عندي. صلي على النبي الله يرزقك. 68 كيلو كله فروق خطوة عدي بلاد. سبحان الله، شوفوا لهيدي الصدفة. هلا السمكات اللي اشتريناهن اللي شفتوهم الصبح اشتريناهن من المساء، يعني جوزي وصى حدا وجاب له اياهم، اما هيدا الشخص يعني في معرفة بيناتنا، فمتعود على العيلة كل ما جاب سمك جديد طازة كان يحيد، فاليوم ما حبينا نخجله رجعنا اشترينا سمك زيادة، بس اكيد مش حنشويهم لان ما شاء الله يعني الكمية كتير كبيرة، فتركناهم للمرة الجاية. وهلا بدنا نبلش بتحضير الغداء. اول شي بدي اعمله انه انا بدي جهز السلطة. هلا عمتي هي اللي رح تستلم السمك. جبت هندبة فرنجية هي مزروعة حد البيت، وكمان جبت بقدونس، وهلا بدي جيب نعناع. هيدي هي الكمية اللي جبتها، ما كترت لانه مش رح نكتر سلطة. بدي اكبر الفرخ هون ما شاء الله. يعني معنا قبل الحي بارك الله. وهدول السمكات اللي جهزتهم عمتي حطت لهم حامض، واكيد ما ملحتهم، بتملحهم قبل الشوي. بدي احكي لكم عن الفيديو اللي نشرته قبل هيدا الفيديو وقت اللي قلت انه ضربت حد بيتنا. انا حطيت صورة مصغرة كتبت فيها كلمة حرب. هلا اليوتيوب شوفوا شو بيعمل، ما بيجيب لي مشاهدات على الفيديو ابدا، يعني ألجأ جاب لي 50 مشاهدة. فاليوم رحت شلتها لهيدي الصورة بدلتها بصورة تانية، راحت رجعت يعني المشاهدات مثل ما كانت. هلا انا كنت بعرف بهذا الموضوع قبل بس ما توقعت انه لهالدرجة، يعني انا لما كنت استخدم الكلمة كنت اقول اسرة وبس، لأنه إذا بدي أذكر الكلمة كلها فاليوتيوب مش رح يدرج الفيديو بقائمة الفيديوهات المقترحة. وعلى فكرة أي حدا على اليوتيوب إن كان يوتيوبر وبده يتحدث عن الحرب أو أي شيء، حتى لو جاب ملايين المشاهدات مستحيل يعمل أرباح عليهم، وهيدي الحال يعني على مواقع التواصل كلها، وبيعين الله. وهيدي شجرة الجريفوت ما شاء الله قديه حاملة، وصورت لكم اياها. اعطيني يا ايمن، اعطيني شرحة من تحت. بدي اعمل شرح شو بدي اعمل. هلا هيدا الليمون كلياته بدنا ننزله على السوق. قلت لكم يعني بفيديوهات قبل انه نحن ناس مزارعين، وصورت لكم من نحوال البيت. هلا بهيدي الايام ورايح بدها تبلش يعني تكتر المواسم الزراعية، يعني تنضج، وكل هيدي المواسم تقريبا مننزلها للسوق المحلي. بكره ان شاء الله بعملكم فيديوهات عن هيدي الايام اللي بنكون بدنا ننزل فيها خضره للسوق. هيك على النص دغري. والله بيساعد. افتح كم تاني. وهلا هون بلشنا بالشوي، يعني تقريبا كانت الساعه بعد الساعه 1، بس ما شاء الله على قد الحبه ما أنا كبيره، يعني ما ساعد المشوية.
وإذا لاحظتوا كيف قصينا لهم الدنب كرمال ما ياخدوا مساحة كبيرة، بس قديه منظرهم حلو. وهون جهزنا السلطة وكمان الباذنجان متبل. اليوم وصلتنا هيدي البسينة الجديدة، ضيف جديد أول مرة منشوفها. هيدي اللي لونها أسود وأبيض. حول ابو علي اماني حول. وهيدا كان غدانا اليوم لنهار الجمعة، جمعة عائلية. وأنا هيك بكون خلصت الفيديو وبشوفكم بفيديو تاني. باي. اول كلك لا بس هلا هيك بعد زمان